مين فينا ما بيحب المشاوي او الملوخيه او اللحمه اللي بتكون دايبه دوب هيك؟ ولو انتوا لسه ما جربتوا حضرموت عنتر فتعالوا احكي لكم شو لازم تجربوا من عندهم. اول شيء عندهم تشكيله طواجن كثيره، منها ورق العنب بالكوارع والعكاوي، كانوا كثير ذكي. وفي اختراع كثير ذكي بيعملوه اللي هي الموزه اللي بتكون بالفخاره ومعموله على الفحم، وفيها رز ومحشي ورق عنب، واللحمه يا جماعه كانت بتدوب دوب. واكيد ما فينا نروح حضرموت عنتر من غير ما نجرب المندي عندهم، لانه هو اكثر شيء مشهورين فيه، ولانه بتسوى بالطريقه المضبوطه فرح تلاقوا اللحمه كثير طريه وكمان كثير بتدوب. الملوخيه يا جماعه عندهم كثير كانت زاكيه وبتتقدم بشو كثير لطيف زي ما انتم شايفين. وانا بلشت هون اكل، حسيت انه انا عم بضيع وقتي بالمعلقه، فبعدين استخدمت الخطه البديله. واكيد ما فينا نروح ناكل اكل شرقي من غير ما يكون فيه محاشي، فكان لازم اكيد نجرب الحمامه عندهم، وخلطه الرز تبعتهم كانت كثير زاكيه. ومن الشغلات اللي كانت قريبه على قلبي لما اكلتها اللي هي المشاوي عندهم. تتبيله المشاوي يا جماعه كانت كثير زاكيه، سواء كان الشيش طاووق او الكفته او الريش عندهم. وجربت ورقه اللحمه عندهم بالخبز الملوح اليمني اللي هم بيعملوه، كانت عالميه. واي اطباق انتم اكلتوها عندهم رح تلاقوها باسم الجزاره، فيكم تشتروها وانتم طالعين. ولو جربتوا المكان احكوا لي شو رايكم فيه.